السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا على قناة وصفات آدم وكريم. كنتمنىكم يا ربي تكونوا في تمام الصحة والعافية وانتما كتشاهدوا هذا الفيديو. فاليوم ان شاء الله غنحضر معكم طورطة كتجي اكثر من رائعة بدون جينواز، وبكيك اللي غنحضروه بدون دقيق، وبكريمه اللي بزوج ديال المكونات كتجي اكثر من رائعه ومذاقها احسن من اللي كتباع في المحلات. فيلا ما نطولش عليكم اكثر، ندوز معكم مباشره المقادير والطريقه وفرجه ممتعه. فبسم الله على بركه الله. غنحضروا اول حاجه طبقه ديال الكيك واللي غنديروها في الكاس ديال الخلاط الكهربائي، يعني اسهل منها ما كاين. فغنوضع 4 ديال الحبات ديال البيض اللي يكونوا شويه كبارين وكذلك يكونوا بدرجه حراره المطبخ. يعني هذه المعلومه اللي تنقولها لكم دائما باش كنبغيو نحضروا اي نوع ديال الكيك. كنضيف كاس ديال السكر سنيده اولا السكر الخشن، وكاس ديال الحليب دائما العبار بالكاس ديال العنبه. كنضيف كذلك كيس ديال السكر فانيليا ورشيشه ديال الملحه باش كتصحح لنا الذوق. غنضيف نصف كاس ديال زيت المائده اولا الزيت النباتي مع 2 ملاعق كبار ديال الكاكاو المر، ماشي الحلو، تعوضوه يعني بزوج ساشيات ديال الكاكاو المر. انا درت 2 معالق كبار. كنضيف كذلك كيس ديال خميره الحلويات من وزن 15 غرام، ما يعادل 2 اكياس هي ديال 7 اولا ديال 8 غرام. وبالنسبه للدقيق فكما قلت لكم ما غنديروش الدقيق، غنعوضوه بالبسكوي. فعندي هنايا 170 غرام ديال البسكوي عادي يعني ديال الشاي. نتوما يعني اللي ما عندكمش الميزان فغادي ديروا 2 باكيات ديال الهنريس، هذاك الكبير اللي كيكون فيه 85 غرام غادي ديروا منه 2 باكيات. فكما شفتوا راني قطعتهم هكا طريفات صغارين، وغادي نطحن كل شيء، يعني غنطحن كل شيء مزيان حتى كنحصل على هذا الخليط هذا اولا هذا القوام. فهو تيكون يعني واحد شويه سائل. في هذه الاثناء راني وجدت الطاوه ديالي اللي لبستها هكا بالورق ديال المطبخ اولا الورق ديال الفرن. غنصب فيها هكا الخليط كيف كتشوفوا. نحاولوا ننزلوا كاع ديك الكميه يعني اللي كتكون عندنا في الكاس. راه كتشوفوا يعني القوام ديالو كيكون شويه سائل. غنحاول هكا نوزع مزيان داك الخليط بلا سباتول هكا مزيان، ومن بعد غنضربها شويه مع سطح العمل باش كيتقاد لها السطح ديالها، وندخلها للفران اللي يكون سخون من قبل على 180 درجه لمده ديال 10 ديال الدقائق. 10 دقائق تيكون الكيك ديالكم واجد. 10 ديال الدقائق العافيه من الفوق ومن التحت. فمن بعد ما تيكون الكيك ديالي طاب فكنخليه حتى كيبرد لي تماما. فتشوفوا ما شاء الله كيفاش كيجي. كتخليوه حتى كيبرد تماما. وغنجيب هذا السخكل هذا غنقطع به 2 دوائر، وهذوك اللي بقاو ليا في الجناب غادي نقطع من كل وحده نصف دائره باش هكا كنشكل منهم دائره كامله. يعني راه ما شاء الله راه كيجي طريب بزاف. يعني الا جربتوا هذا ديال البسكوي غتستغناو على هذاك ديال الدقيق. غنخلي هكا هذا البسكوي ديالي على جنب اولا الكيك ديالي على جنب، وندوز نحضر الكريمه واللي غنحتاج ليها 500 مليلتر اولا نصف لتر ديال الكريمه السائله تكون بارده مزيان. انا استعملت هذه الكريمه هذه اللي كتكون فيجيتال اولا نباتيه كما قلت لكم تكون بارده مزيان. غنضيف ليها كيس ديال الفلون بنكهه الكراميل، يعني اللي كيكون كبير وكيكون فيه السكر، ماشي اللي صغير يعني ومسوس. كتضيفوا الفلون بنكهه الكراميل اللي كيكون الحجم ديالو كبير وفيه السكر. غنطرب شويه بالطراب الكهربائي حتى كتبدا تطلع لي ديك الكريمه. وغنضيف ليها هنا خطوه اختياريه واحد الملعقه كبيره ديال نيستلي كراميل باش كنزيد نعزز المذاق ديال الكراميل في هذه الكريمه هذه. الا ما متوفرش عندكم فاستغناو عليه. وكنعاود مره اخرى نطرب مزيان حتى كنحصل على هذا القوام هذا. كتجي ما شاء الله يعني كتجي واحد الموس لذيذه بزاف. غندوز دابا باش نبدا يعني ندير نحضر يعني في الطورطه ديالي. فكناخذ طبق ديال التقديم كما شفتوا تنوضع فيه داك الساخكل. نوضع في الاول طبقه ديال الكيك اولا داك البسكوي اللي حضرنا، وما كيحتاج انكم تسقيوه لانه بالبسكوي راه كيجي خفيف بزاف. هذا النوع ديال الكيك يعني اللي كيتحضر بلا دقيق فما تيحتاج انكم تسقيوه. كما شفتوا وضعت طبقه ديال الكريمه وكنعاود ندير من الوسط هذيك النصف دائره اللي يعني باش كنشكل بها دائره كامله. كنخليوها هي في الوسط وكتجي من التحت ومن الفوق هذوك الدوائر اللي مقادين. كنعاود ندير طبقه ديال الكريمه ونحاول انني نقادها مزيان صافي. وغنوزع اولا غنوضع عفوا اخر طبقه تحت البسكوي. كنقلبها يعني ديك الجهه الفوقانيه هي اللي كتجي لتحت والجهه اللي كتكون لتحت هي اللي كتولي الفوق. وغندير عليها هنا واحد شويه يعني تاع الكريمه. حاولوا ما تكثروش بزاف. غنوضع هكا غير واحد الطبقه اللي تكون خفيفه
ونقادها مزيان صافي. وغندخل الطورطه ديالتي للثلاجه، انا غندخلها للمجمد باش نختصر الوقت واحد المده ديال ربع ساعه. فمن بعد ما كتكون يعني ديك الكريمه يعني بردات وقبضات في راسها، فزولت الطورطه من داك السيركل وكندوز ناخذ هذيك الكريمه اللي بقات ليا وغادا نغطي بها الجناب ديال الطورطه باش كندرج هذاك الكيك، يعني ما خاصوش يبقى يبان لينا نهائيا، باش من بعد فاش كنزينوها كيجي الشكل ديالها زوين. فكنحاولوا دائما ان نقادوها مزيان، ما نخلوش يعني داك الكيك يكون باين صافي. وغنعاود مره اخرى ندخلها، دائما انا غنديرها غير في المجمد باش نختصر الوقت. نتوما اللي عندكم الوقت فديروها غير في الثلاجه، غنخليها ربع ساعه في المجمد. وفي هذا الاثناء غندوز نحضر لاكاناش اللي غنحتاج ليه 120 غرام ديال الشوكولاته السوداء اللي خديتها دوبتها في باماغي اولا حمام مريم، وغنضيف ليها نصف كاس ديال الحليب يكون ساخن جدا مع ملعقه صغيره تكون عامره ديال الزبده صافي. وبهذيك السخونيه ديال الشكلاط مع الحليب غادي تذوب لينا هذيك الزبده، وكنحصلوا على هاد لاكاناش هذا اللي كيجي ما شاء الله يعني كيجي رائع بزاف. فما غاداش نستعملو دابا، غنخليه هكا فوق سطح العمل حتى كيدفى باش هكا ما يذوبش ليا الكريمه عاد باش نستعملو. فمن بعد ما بردات الطورطه مزيان خرجتها من المجمد ومباشره غنبدا نزينها بهذاك لاكاناش اللي حضرت معكم. فخليته حتى دفى كما قلت لكم، وضعته في جايب حلواني اللي درته غير بالورق ديال الفرن، وكنبدا ندير به هكذا بحال هاد الدميعات هادو. وحيت الطورطه كتكون بارده مزيان لانه كانت في المجمد، فبسرعه داك الكاناش كيتماسك. وداكشي اللي بقى لكم ديال لاكاناش كتوزعوه هكذا من الفوق على الوجه ديال الطورطه. فهنا كان مازال باقي ليا شويه، كيف كتشوفوا كناخذوا نوضعوه هكا على الوجه ديال الطورطه وكنسرحوه مزيان. وكناخذ هذيك الكريمه اللي بقات ليا غنزين بها هكا، ندير بها هاد الوريدات هادو. بالنسبه ليا هاد الكريمه ما كفاتنيش صراحه، كان شاط ليا غير شويه، عاودت ضفت عليا ديك الكريمه اللي بقات ليا ضفت عليها شويه ديال الكريمه السائله مع شويه ديال نيستلي كراميل وطربتها يعني باش كنحصل لها هاد الكريمه اللي زينت بها من الفوق. لانه الا لاحظتوا بدايه الفيديو فديك الطبقه تاع الكريمه جات شويه عاليه، نتوما الا ما درتوهمش عالين فراه غادي تكفيكم الكريمه سواء انكم تحشيو بها من الداخل او انكم تزينوا بها. انا غير لانه دوك الطبقات جاو صراحه عالين بزاف ديال الكريمه فما كفاتنيش، اضطريت انني نزيد شويه اخر. نتوما راه نصف لتر ديال هاد الكريمه كافياكم. وخديت هنا شويه ديال الشوكولاته السوداء اللي دوزتها في الحكاكه وكنوضعها هكذا في الوسط، يعني كنغطي بها هذاك الوسط ديال الكاناش يعني. والتزيين راه تيبقى اختياري، كتزينوا باللي متوفر عندكم. وكيكون هذا هو الشكل ديال الطورطه ديالنا ما شاء الله، راه كتجي زوينه زوينه بزاف يعني، لا في الشكل ولا في المذاق، يعني كتجي بحال كانكم يعني واخدينها من شي باتيسري، يعني ماشي مصايبينها في الدار. وشوفوا ما شاء الله كيفاش يعني كتجي طريه، شوفوا الموس كيفاش كينزل فيها يعني بسهوله، رغم اننا يعني داك الكيك ما فزقناش او لا ما سقيناش، لانه كما قلت لكم هذا محضر بالبسكوي ما كيحتاج انكم تسقيوه، راه كيجي طري بزاف. وهذا هو الشكل ديالها من الداخل. فكما قلت لكم في الاول هذوك الطبقات ديال الكريمه درتهم شويه يعني عالين، داكشي علاش الكريمه ما كفاتنيش، يعني اضطريت انني نزيد غير شويه باش نقدر انني نزينها هكذا من الفوق. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطورطه ديالتنا، راه ما شاء الله كتجي رائعه لا في الشكل ولا في المذاق، كتجي طريه وخفيفه، وملي كتزيد يعني تبات فراه كتزيد كترطب اكثر. يعني سبق لي وقلت لكم في واحد الفيديو قلت لكم دائما انا كنفضل لا سواء الكيك او الطورطات ناكلهم ثاني يوم، لانهم يعني المذاق ديالهم كيبنان اكثر وكيجيو لذاذين اكثر. وفعلا هاد الطورطه انا اكيد راه جربتها غادي تعجبكم بزاف بزاف، ومستحيل يعني يقولوا بانكم محضرينها في الدار لانها كتجي بحال ديال المحلات واحسن كذلك. فوصلت النهايه ديال الفيديو، شكرا لكم بزاف على المشاهده، نتلاقى بكم مره اخرى على قناه وصفات ام ادم وكريم، مع السلامه.